مش نصيبك يا ابراهيم، عمرها ما كانت لك. اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك. فزورة تحلها يعني هنتبسمل وتعتمد. لو ما حلتهاش يبقى مالكش مصلحة عندي. انتهينا في الحلقة اللي فاتت عند القبض على إبراهيم وهو في طريقه عشان يقابل حورية ويشرح لها موقفه يمكن تغير رأيها. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن صناع العمل كانوا بيحاولوا دايما يبينوا إن أحداث الفيلم بتتم في عالم موازي وما بتحصلش في القاهرة. ظهور القاهرة كان في أضيق الحدود، وده كان ذكاء من صناع الفيلم بإنهم ما يحددوش مكان العشوائيات خوفا من تدخل الحكومة ومنع الفيلم، خصوصا وإن الفيلم كان قبل الثورة وما كانتش لسه موجة أفلام العشوائيات انتشرت. المكان اللي احنا عملناه ما هواش بالضرورة ان هو يبقى موجود فعلا في الواقع، لكن في نفس الوقت المخرج مروان حامد بيورينا تعامل القاهرة والحكومة تحديدا مع العشوائيات والبلطجية، وإن الحكومة نفسها كانت عارفة ومتصالحة مع وجودهم، بل وبتتعاون معاهم كمان، بس بشروط زي ما قال لنا عشري راوي الفيلم. من الحكومة تصدر لك أفاف آياتها حام، حتى لو داخل لها مشوي نصين، إلا الأكل الحكومة تتقلب لحد ما هيجيبوك، ولو غلبوا هيحجزوا أمك ومراتك. الحكومة بتتعامل مع سكان العشوائيات كأنهم حيوانات محبوسة في العشش، حيوانات قابلة للترويض، أما اللي بيتعدى منهم حدوده فبيصطادوه. بنخرج من العشوائيات للقاهرة وتحديدا لاسم الشرطة بعد القبض على إبراهيم، اسم الشرطة القديم والمتهالك، وبالرغم من اللي بيحصل جوه الاسم من تعذيب وغيره إلا إن صناع الفيلم ما نسيوش الصبغة الدينية اللي بيتم تحتها كل الجرائم دي، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، منتهى النفاق والازدواجية المسيطرة على المجتمع المتدين بطبعه زي ما بيدعي. ولكن بالرغم من كل ده لما مروان حط مشاهد التعذيب ما شفناش في الاسم علم مصر أو صورة الرئيس عشان تبقى مخرج أمام الجهات الرقابية والحكومة، بحيث يقدر يقول إن الأحداث دي بتتم في عالم خيالي ما بتحصلش في مصر. مش سهل مروان برضه. هو في جزء واقعي وجزء مكمل من خيالنا، يعني انت هتبصي كده مثلا على الفيلم كله من اوله لاخره مش هتلاقي زباله في الشارع. ولكن يحسب له برضه انه سلط الضوء على قضيه التعذيب في السجون والاقسام، واللي بسببها وبعد كام شهر بس من عرض الفيلم بتقوم ثوره 25 يناير، واللي بالمناسبه مفيش اي حاجه اتغيرت من وقتها لحد النهارده. شيل يا ابني الكلام ده، حياة امك لا تقول، مش هسيبك انا ما تقول يا. ابراهيم بيغفل رجال الامن اللي انشغلوا في الوادي اللي كانوا بيعذبوه وبيهرب عشان يروح يلحق ميعاده مع حوريه. وبنلاحظ برضه ان اليافطه اللي قدام الاسم مش مكتوب عليها اسم الاسم، كل اللي باين منه هو اسم شرطه مصر عموما يعني، وده للتعميم على كل اقسام الشرطه مش مكان معين بالتحديد. بنشوف ابراهيم خارج حدود العشوائيات وهو ملاحق امنيا، حتى ان المجتمع وعن غير قصد بيحاول يدوسه، ودي بتعتبر صرخة بيقدمها المخرج مروان حامد من قلب العشوائيات. إبراهيم مجرم يستحق الإعدام، ولكنه ما اختارش ده، بل إن البيئة اللي نشأ فيها هي اللي حولته لده. وكان المخرج عاوز يقول إننا لازم نحل مشكلة البيئة والنظام الفاسد منعا لظهور أي إبراهيم آخر. وبنلاحظ كمان إن الموسيقى التصويرية مختلفة في المشهد ده عن مشهد الهروب اللي في الأول، وده ببساطة لأن إبراهيم ما كانش بيهرب، إبراهيم كان بيحاول يجري ورا حلمه، بيحاول يلحق حورية. إبراهيم بيوصل للمكان ولكن بتكون حورية مشيت بعد ما هو اتأخر عليها،
وفي مشهد عبثي بنشوف باب النزول للمية مفتوح في الكافيه. مش طبيعي ابدا انك تبقى قاعد في مكان زي ده ويكون وراك باب خطر زي ده مفتوح، وكأن المخرج بيقول لنا ان حورية هربت للمية عشان يأكد لنا برضو على انطفاء نار العشق. فلو ما خدتش بالك من لبسها اللي اتغير، فهي كمان انطفت بالمية اللي هربت ليها، عشان يفكرنا تاني بالجملة الافتتاحية للفيلم: مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. بكده نكون شفنا قصة العشق الأولى اللي ما بين إبراهيم وحورية، اللي كانوا اتفقوا قبل كده إنهم هيتقابلوا عند المقابر. لكن المقابر المرة دي هتكون مكان لقاء عبد الملك زرزور بحورية عشان نشوف قصة العشق التانية. بعد وفاة أم حورية وعدم وفاء إبراهيم بميعاده، فالأول مرة بنشوف عبد الملك زرزور بيقدر يسيطر على حورية، وبنشوف إزاي المخرج وقف حورية وعبد الملك بحيث يبانوا في الكادر إزاي عبد الملك محتوي حورية، أو بمعنى أدق مسيطر عليها وبيديك إحساس بالتملك. وعن الآيات القرآنية فما كانتش مجرد آيات بتتقرأ في المقابر عادي، لكن صناع العمل اختاروا آيات معينة عشان توصل معنى معين هنعرفه دلوقتي. ركزوا واسمعوا في الآيات اللي كانت بتتقرأ، لأن الآيات هتبقى فورشادو لخطوة حورية اللي جاية. ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. حور هي جمع حورية. حورية اللي بتبقى في بيت عبد الملك زرزور وبتعرض عليه الجواز بشرطين: إنه يحميها وإنها تفضل عذراء. مش هتلمسني. وده معنى الآية التانية. وبنشوف مشهد من أروع المشاهد في تاريخ السينما على الإطلاق، وبنشوف أداء عبقري من محمود عبد العزيز في التعبير عن المعنى اللي بيقوله، وبرضه الصبغة الدينية لسه موجودة. اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك. دي كانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لضعف نهج ست عيشة. بنشوف إزاي المعلم زرزور اللي فاكر نفسه إله المنطقة قد إيه ضعيف ومهزوم بعشقه الحورية، وإزاي سلوكه وتفكيره وتصرفاته بتتغير في وجود حورية. استني طول عمرك مستعجلة. وبعدها بنشوف مروان حامد وهو بيقتبس تاني من ذا جاد فازر، وبنشوف نفس مشهد تتويج مايكل كورليوني بيتكرر مع تتويج حورية على عرش المنطقة. نفس الكادر ونفس الزوم البطيء على الجاد فازر الجديد. بأوامر عبد الملك زرزور ومساعدة عشري بيخرج إبراهيم من السجن، وبيعرف خبر جواز عبد الملك زرزور من حورية. وبالمكياج وكادرات المخرج مروان حامد بنقدر نشوف الاقتباس من قصة ديزني الشهيرة The Beauty and the Beast عشان يرسموا لنا علاقة الجميلة والوحش. إبراهيم بعد كده بيروح للحاج فارس، وعلى لسان الراوي بتاعنا عشري بنسمع الجملة دي: يعني خرج من عند عزرائيل ودخل عند ملك الموت. بالرغم من انه مفيش مصادر بتأكد معلومة ان عزرائيل هو ملك الموت، ولكن ده شائع في الثقافة العربية ومفيش نفي او اثبات للمعلومة دي. ولكن عباس ابو الحسن كان يقصد بالجملة دي يقول لنا ان الحاج فارس وعبد الملك زرزور وجهان لعملة واحدة. وبظهور الحاج فارس بنشوف مشهد هو تحفة فنية، ولاحظوا كام مشهد في الفيلم ده قلنا عليهم نفس الوصف. الفيلم ملحمة متكاملة معمولة بحرفية شديدة. فزورة تحلها يعني هنتبسمل وتعتمد. الفزورة بتتقدم بكلمات من قلب السيرة الشعبية، وكمان بأداء مسرحي ولا أروع من الفنان محمد أبو الوفا. أسد يحكم مملكة، روحوا في بيته اللي ما جابش غيرها. وبنشوف إبداع متكامل في صناعة الملحمة. تقوم تتعطر في ضبع خسيس، تهواه ويصير روحها فيه أحلاب وسخ. التصوير وحركة الكاميرا مبهرين جدا من مدير التصوير سامح سليم. المونتاج والتقطيع بين المشاهد تحفة فنية من المونتير والمخرج خالد مرعي. وبالمونتاج بنشوف نقاط ضعف إبراهيم والصراع الداخلي اللي جواه. الأسد خده في كنفه ورفع شانه وعملوا دراعه اليمين. شخصيات الفيلم الرئيسية كلها جواها صراع داخلي بين القلب والعقل زي ما قلنا في الجزء الأول، وقلنا إنهم دايما بيقوموا بتصرفات غريبة ومجنونة. محركها الأول هو القلب، وده لأنهم تحت تأثير العشق، وكلهم ضحايا الاقتراب من حورية. لكن عندنا شخصية رئيسية برضو عقلها ملغي وهيكون برضو ضحية للاقتراب من حورية، وهي شخصية عشري.
ولكن شخصية عشري عقلها دايما ملغي بتأثير المخدرات والخمور اللي خلته يلغي عقله ويتصرف تصرفات مجنونة ويخون كمان صاحب عمره. عشري هو راوي القصة بتاعتنا زي ما قلنا. عشري لما حب يعرف نفسه عرف نفسه بالثلاث كلمات دول: عشري صاحبه. بمعنى ان عشري ملوش هوية ولا وجود بدون ابراهيم. عشري كان بيعرف نفسه بابراهيم. اما عن اختيار عشري تحديدا عشان يكون هو راوي الفيلم، فده كان قرار موفق من وجهة نظري من المخرج وصناع العمل، وده عشان يدي مبرر لأي مشهد هيحذفوه أو أي جزء هتحسوا إنه ناقص من الفيلم، لأن في الحالة دي نقدر نعتبر إن عشري اللي واقع دايما تحت تأثير المخدرات ومش فايق هو اللي بيحكي القصة، فعادي لو نسي يقول لنا حاجة، وحتى لو قال حاجة غلط هتبقى متقبلة من واحد مش فايق أغلب الوقت. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم! ونرجع تاني لمشهد الفزورة. هنلاقي في خلفية المشهد أصوات من الحضارات الصوفية مع موسيقى الأستاذ هشام نزيه. الأبيات اللي كانت بتتقال وإبراهيم رايح يحل الفزورة ما كانتش برضه مجرد موسيقى تصويرية أو محطوطة كده وخلاص، بالعكس ده كان ليها معنى وكانت فرشده للمشهد اللي بعده، وكمان كانت هي حل الفزورة. الأبيات كانت بتقول: كلمات في مدح آيات القرآن الكريم اللي من فصاحتها وبلاغتها ردت يد الجاني عنها وخلتها محرمة على الجاني إنه يطلع فيها أي عيوب أو نقص. إزاي الأبيات دي بقى اتوظفت دراميا؟ الغيور هنا كان هو إبراهيم اللي راح يقطع لسان الجاني اللي هو جوز بنت الحاج فارس اللي عارف سر خطير عنه، فإبراهيم بيقطع لسانه عشان ما يبوحش بالسر ده، لأنه لو قتله هتكون المشكلة أكبر لأنه مخلف من بنت الحاج فارس، وبما إنه ما بيعرفش يقرأ أو يكتب فبقطع لسانه بيكون السر اتدفن معاه، وبكده يكون إبراهيم حل الفزورة وتم العقد بينه وبين الحاج فارس اللي كان اختاره من الأول عشان بيحفظ أسرار سيده. انا ماليش سيد، ماليش سيد. والحاج فارس من الأول خالص قالها له على شكل فزورة بحيث لو إبراهيم رفض المهمة أو فشل فيها يفضل الموضوع سر، وكأن الحاج فارس ما قالش حاجة خالص. بعدها بنشوف إن حورية قدرت تسيطر سيطرة كاملة على المعلم، وبالرغم من كل ده العشق بيسيطر عليها برضه وبيخليها تتصرف بجنون وتروح تنام في سرير إبراهيم وهو مش موجود. وهنا بتيجي خيانة عشري المغيب دايما تحت تأثير المخدرات وبيحاول يغتصبها. بتهرب حورية منه بعد ما بتسرق تحويشة عمرهم وعقد أم إبراهيم وبترجع للمعلم. عشري بعد كده بيفوق وبيشوف حقيقته في المراية اللي دايما بتبين الحقيقة، وفي المراية عشري شاف حقيقة إنه خاين فبيحط على قرطه توقيعه. بعد كده عشري بيطلب منه إنه يسلم إبراهيم. انا مش ممكن اخون ابراهيم ابدا. انت خنت ابراهيم، امال اللي حصل بيننا ده تسميه ايه؟ وبسبب خوفه من علم إبراهيم باللي عمله مع حورية بيخونه تاني وبيتسبب في موتهم هما الاتنين، وبكده بتكون عاطفة الصداقة اللي كانت جوه عشري انطفت، وعشان كده نزل برضه في المية. لكن عشري كان أجبن من مواجهة الانتحار، وفضلت مية الخيانة الملوثة بجسد عشري معانا طول المشهد، وبيغسل فيها كمان الكوبايات اللي بيشربوا فيها. وفي الكادر ده بنشوف برضه إن إبراهيم مازال مسجون في عشقه لحورية. اصلا ما كنت بنام بالليل كانت بنت الجنية بقى تجيلي تطيف عليا وتشتغل لي. بعد كده إبراهيم وعشري بينزلوا على القهوة في وسط مجتمع همه الأول هو لقمة العيش، والحاجة الوحيدة اللي بتلهيه هي كرة القدم. وقبل ما الأحداث بتحصل بنشوف تاني فرشاده من مروان حامد عن اللي هيحصل كمان شوية عن طريق الجورنال اللي ظهر في المشهد عشان يكلمنا عن لقاء القمة اللي هيحصل كمان شوية. وبيعلن عبد الملك زرزور عن حضوره بحضور المهرة بتاعته، المهرة اللي المخرج قبل كده وراها لنا وكلمنا عنها على لسان عبد الملك زرزور، ونقدر نفهم ان المهرة دي بتعبر على عبد الملك زرزور. كانت اغلى مهرة في سوق الرهاوين وبعدين تتعلق وتشد كره. دنيا غريبة. شفنا المهرة ضعيفة ورا عبد الملك زرزور وهو ضعيف عشان يقول لنا انه بقى عاجز ومحبوس زيها. وشفناها تاني قبل المشهد ده لما كان إبراهيم نايم على كنبة عشري كفرشاده للمشهد اللي جاي عن طريق ظل ترابيزة السفرة. المهرة بتستعيد عافيتها وعبد الملك بينتفض بعد ما إبراهيم هجم على بيته، وبعد ما عرف إن حورية راحت عند إبراهيم وقرر يتخلى عن سيطرة قلبه ويهرب من سجن العشق.
النار اللي جوه عبد الملك زرزور تحولت لنار كراهية وانتقام بعد ما كانت نار حب. عبد الملك بيرمي حبه لحورية بعد ما حقيقتها هي كمان بانت في المراية، وحقيقة عبد الملك القاتل ظهرت هي كمان في المراية. بعد ما كان تحول لطفل في ايد حورية، بنشوفه بيحط قطرة في عينه عشان تغسل عينه وتشيل الغشاوة من عليها. أخيرا عبد الملك زرزور قدر يشوف بعد ما كان معمي بعشقه لحورية ونظرته لإبراهيم وحورية، والكل حاجة اتغيرت. وزي ما قلنا إن المراية دايما بتبين الحقيقة، أول ما المراية وقفت قدام الاتنين إبراهيم وعشري، وكأن إبراهيم شاف فيها حقيقة عشري. بعتني بكام يا صاحبي؟ عشري اللي في المشهد ده وبإبداع من المخرج وفريق المكياج قدروا يخلوه شبه يهوذا الخاين الأشهر في التاريخ الإنساني على الإطلاق. يهوذا اللي خان السيد المسيح وسلمه للرومان عشان يتصلب. في المراية بنشوف الحقيقة، بنشوف الشرخ اللي بقى في العلاقة ما بين عشري وإبراهيم، وبنشوف الضوء اللي بيكشف الخيانة. ولأن تمن الخيانة هو الموت، عشري بيموت ووراه حورية اللي بتيجي من بيتها وبتسيب وراها النخلة اللي حان موعد قطعها. لو في نخلة فرعة في حوش بيتك جذورها مدت وهيجيلها يوم تضايقك، تقطعها على طول ولا تستنى بلعها الأول وبعدين تقطعها؟ وبعد موت حورية بيموت وراها عبد الملك زرزور. أيوة انت سامع صح وانا قاصد كلامي. شوفوا ملامح وش عبد الملك، وشوفوا ازاي عبد الملك كان بيموت من جواه. عبد الملك اللي مازال مسجون في عشقه لحورية على الرغم من محاولته انه يبين لنا العكس. بنشوف كل ده بتعبيرات بالوجه فقط من العبقري محمود عبد العزيز، نفس اللي عمله مارلون براندو في المشهد ده في ذا جاد فازر. وزي ما قلنا يمكن عبد الملك عاش جسديا ولكنه بالتأكيد مات روحيا، وده أصعب بكتير من الموت الجسدي. ومع انطفاء نار إبراهيم الحارة كلها بتجري وكله بيختفي، ولكن في الحقيقة نقدر نقول إن إبراهيم هو اللي فقد إحساسه بكل اللي حواليه وفقد إحساسه بالمكان والزمان. نقدر نقول إن إبراهيم كان مات في اللحظة دي. إبراهيم مات روحيا قبل ما يموت جسديا لما شاف حورية وهي بتتقتل قدامه. صرخة إبراهيم كانت إعلان النهاية، صرخة كانت بتعبر عن الاستسلام والانهزام والموت. وفي مشهد النهاية بنشوف برضو إن إبراهيم وحورية ما زالت اتجاهاتهم مختلفة. إبراهيم اللي بيغلب عليه اللون الأحمر، وحورية كانت باللون الأزرق. هو نار وهي مية، الاتنين مهمين لكن لا يمكن أبدا يلتقوا. دايما لقائهم محرم، وبيقفل الكادر على إبراهيم لوحده. حتى ايد حورية بتسيبه وبتخرج من الكادر بمنتهى الدرامية، لأن في البيئة دي مفيش مكان للعشق أو الصداقة أو القيم النبيلة. المكان الوحيد اللي موجود هو للموت وللوحدة اللي بيسيطروا على كل حاجة، مع سكوت موسيقى هشام نزيه.